لما طبقت النظرية دي أكاد أؤكد لك إن منظومة الحياة والنتائج اختلفت اختلاف جذري. بقالي فترة كده بحاول أتخيل حاجة ممكن تبقى غريبة شوية، بس عايزك تتخيلها معايا. تخيل كده، شوف مين أكتر حد شايفه قدوة وحاجة كبيرة قوي في الحياة بالنسبة لك. يعني مثلا لو حد بيحب السياسة وليه في السياسة فممكن يشوف مثلا رئيس الدولة. لو حد مثلا في الكورة وبيحب الكورة فممكن يشوف مثلا لعيب كبير، مثلا لعيب من اللي هم اللعيبه العالميين بقى، اللي هم بيعيطوا لما بيخسروا دول وعندهم حرقه يعني في اللعب وبتاع. او لو واحد مثلا بيحب الغنى وبيحب الفن والكلام ده كله فيشوف مثلا ممثل او مغني شهير قوي. تخيلت كده ان مثلا القدوه اللي في دماغك ده، انت يعني انا اللي انا حاطه في دماغي دلوقتي غير اللي انت حاطه في دماغك. يعني تخيلت كده ان هو بعت لي رساله وقال لي انا هبقى معاك الفتره الجايه دي، فجهز نفسك عشان احنا هنقعد مع بعض لمده شهر مثلا. فتخيل مثلا لو رئيس دوله وانت رايح خلاص هتقعد معاه في القصر بتاعه لمده شهر، وهو يبقى رجلك على رجله، او لعيب كوره كبير رجلك على رجله، او فنان كبير رجلك على رجله. افتكرت كده، هل نفس الاحداث اليوميه اللي انا بعملها ونفس الافعال هفضل اعملها ولا لا؟ انا كانت اجابتي لا بصراحه. يعني لا، اكيد هاخد بالي من شكلي، اكيد هاخد بالي من لبسي، اكيد هاخد بالي من كلامي، اكيد هاخد بالي من افعالي. فتخيلت برضو كده ان انا عشت بقى الحياه دي. فاول يوم كده رحت قابلت الرئيس ده، وطريقه الكلام وطريقه التعامل، حتى ايا كان انا طباعي يعني ايا كان انا عصبي، لساني طويل، صليت اللسان، ما بستحملش، خلقي ضيق، كل الاعذار وكل العيوب دي اكيد هتنازل عنها في نظير ان انا اكون مع الشخص ده، لاني ممكن هحصد من وراه على مثلا شهرة او على مال او على سلطة او على قوة معينة. لان كده زي ما بيقولوا من جاور السعيد يسعد. وعشت الحياة لقيت ان انا افعالي هتتغير بشكل كبير قوي، في طريقة اكلي، في طريقة شربي، في طريقة التعامل، في طريقة مسكتي، حتى الحاجات اللي انا بشوفها على الموبايل او حاجات اللي بسمعها او الحاجات دي كلها. بعد ما عشت التخيل ده جت قدامي كده آية عظيمة قوي. الآية دي بتقول وهو معكم اينما كنتم. يا نهار ابيض، دي بتتكلم عن الاله، بتتكلم عن ربنا. يعني هو ربنا اصلا معايا اينما كنت، ولله المثل الاعلى. انت متخيل؟ يعني متخيل مثلا الممثل او الفنان او اللعيب او الرئيس او الملك مهما امتلك ومهما مسك ومهما قوة ومهما سلطة ومهما مال ومهما، فانت ملك الملوك بيقول لك انا معاك في اي حته، انا معاك في اي مكان. ده انا تخيلت مثال اكبر من كده، ان لو انا مثلا عليا كاميرا كده اللي هي الدرونز اللي بتطير دي وماشيه فوقيه 24 ساعه بترصد كل حاجه انا بعملها، هل منظومه الافعال هتفضل زي ما هي؟ والله استحاله. هنا بقى ظهر لي ايه تانية. الايه دي بتقول بتتكلم عن فريق من الناس كده يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. يا نهار ابيض، في ناس بتخشى الناس زي خشيتها لرب الناس، بل واشد خشيه من خشيه رب الناس. انت متخيل طريقه التعامل في الحياه هتبقى عامله ازاي لو انت بس ادركت حجم وعظم وقدر الاله الماديه والمعنويه عليك عامله ازاي؟ افتكرت كده راجل غني جدا جدا كان على الشاطئ، والراجل ده كان مشهور عنه ان هو بيشتري اي حاجه وكل حاجه قدامه بيشتريها. راجل مالتي ملياردير يعني. وهو على الشاطئ زوجته بتغرق في البحر، فالناس جريوا بسرعه المنقذين يجيبوها. فبعد ما طلعوها فالمنقذين بيقولوا له مراتك عايزه حالا تنفس صناعي. قال لهم وليه صناعي؟ هاتولي كل التنفس الطبيعي اللي موجود وانا هدفع ثمنه. انت متخيل ان في امور مهما بلغ الانسان من قوه وسلطه ومال لن يستطيع شرائها الا الله، إلا ربك. هو اللي قادر يديك كل الحاجات اللي يعجز الكون كله عن فعلها أو صنعها ليك، هو الوحيد اللي يديها لك. عشان كده وهو معكم أينما كنتم. طب أنا طالما فهمت إن هو معايا أينما كنت، لا ده منظومة الحياة تختلف يا معلم. منظومة الحياة والفكر والعمل والنوم، السماع والشوف، كله هيختلف. ليه؟ ما أنا قلت أهو، ما أنا قلت لك من شوية، لو معاك رئيس أو لو معاك كذا أو معاك كذا حد من الناس اللي هم يعني السادة والكبراء اللي أنت حاططهم في عقلك، هتتعامل إزاي؟ لما طبقت النظرية دي أكاد أؤكد لك إن منظومة الحياة والنتائج اختلفت اختلاف جذري. عايز انت لما الدنيا بتتقلب كده اهو انت دنيتك هتتقلب للأحسن. ليه؟ أنا عندي مشكلة مع الشرح اللي جالنا من التاريخ أو من زمان، إن هم حاولوا يجسدوا لنا الإله إن هو إله حاجة كبيرة تمام، وشرحوا لنا عظمه وقدره، ولكن عملية تأثير الإله المادي علينا للأسف محدش كتير اتكلم فيه. كلنا اعتمدنا، أو كل اللي وصل لنا اعتماد على اللسان. قول لا إله إلا الله 100 مرة، قول سبحان الله 100 مرة، من قال كذا دخل الجنة. يا جماعة لا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هينا
وهو عند الله عظيمة. مش حل حياتك في ان انت تقعد تقول بلسانك بس خالص، ده لازم الموضوع يكون ده في كاميرا عليك يا معلم، ده في 24 ساعة انديكيتر كده، ومين ده؟ الاله، وهو معكم اينما كنتم. فهل انت هتكون من الفريق اللي هيخشى الناس، الرئيس والفنان ورجل الاعمال والملياردير كخشية الله او اشد خشية، ولا انت هتكون من الناس اللي هتخشى الله اشد خشية من الناس ومن السلطة ومن المال ومن اي حاجة في الدنيا؟ قوة الموضوع ده لما تطبق والله تكاد ممكن تصنع معجزات اي يعجز العقل البشري اللي حواليك عن تصديقها. مش لازم معجزة ان انت تعدي من الحيطة او ان انت تمشي على المية او ان انت تطير في السماء. معجزات يعني شيء انت عملته عجز من حولك عن صنعه، سواء بقى نجاح في بيزنس، سواء بقى نجاح في زواج، سواء بقى ربنا رزقك ذريه صالحه، سواء عيشه كريمه، سواء كل الامور. ليه؟ تخيل معايا كده بالعقل، لما انت تاخد بالك وتسمع كلام الشخص اللي انت هتلازمه اللي هو من الساده والكبراء، هيعمل معاك ايه؟ اكيد هيساعدك، واكيد هيشهرك، واكيد هيديك مال، واكيد هيديك سلطه، واكيد هيشيل عنك هموم كتير. فما بالك بقى لو انت عملت نفس الافعال مع ملك الملوك، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ده انا بعد ما فهمت المنظومه دي وانا بلبس اللبس بحمد ربنا على نعمه الصحه اصلا ان انا قادر اتحرك والبس، وبشكره على نعمه المال اللي اداني بيه فلوس اقدر اشتري اللبس ده، وانا رايح جامعتي او انا رايح دراستي او انا رايح اتعلم امر ما، بحمد ربنا على القوه وعلى قدره ان انا عندي عقل ناضج قادر ان هو يتعلم، وبشكره على ان هو يسر لي سبل العلم. في تعاملي مع الناس لما حد يجي يغلط فيا او حد يجي يأذيني او حد يجي، لا انا فاهم ان مش انا اللي بعاقب، ده ربنا بيقول ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني حتى في عملية الإيذاء او لو حد أذاك او ضرك، الصبر هو الافضل، لان الصبر انت نقلت منظومة الحق من ايدك للملك الحق، هو اللي هيجيب لك حقك. اقعد استمتع، اقعد اتفرج وشوف يا معلم. فسبحانك ربي، اعتقد حاول تعيش مع المنظومه دي، حاول من اول ما تصحى تحمد ربنا ان انت صحيت او وتشكره على نعمه الصحه والقدره، وانت بتلبس وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتشتغل، ده هو معاك يا معلم، وهو معكم اينما كنتم. لا ده انا هعمل الشغل ده على اكمل وجه، وفي حد بيأذيني لا ده انا هكون من الصابرين وهحاول ارد الايذاء على قد ما اقدر بدون ما اذي، يعني محدش يضرني فاضره اكتر، لا ده لازم وان عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني زي ايه واحده بواحده يعني. انما في ناس انت تديله مثلا تغلطه بكلمه كده يجيب سلسفين عيلتك كلها واللي خلفوك واللي جابوكوا باللسان. فعليا منظومه العباده بمعناها الصحيح والسليم محتاجه تتراجع، ومش بقول لك الكتب تتراجع والكتب اللي جات لنا مش دي قصتي ولا بتاعتي، ماليش دعوه، انا ليا نفسي، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، انا اللي راجع منظومه عبادتي انا، لاني انا اللي هاسال عن انا قدام الواحد الاحد، مفيش حد هيفيدني. اوعى تفتكر انت هتعلقها في رقبه عالم وتطلع سالم، لا يا معلم، ده كلام تاريخ، لا بياكل ولا بيشرب، لان كل واحد سيسال عما يفعل لوحده. هتقول اصل هم قالوا لي، هتبقى من الاتباع، فهيحصل عمليه التبرئه، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اعتقد ان احنا محتاجين نراجع منظومه العباده وعيش معاها كده بمثال. لو معاك حد كبير هتعيش ازاي، وتخيل ان الاكبر منه الملك هو اللي معاه، وهو معكم أينما كنتم. ربنا يرزقنا خشية أشد من خشية الناس وأي شيء على الأرض. وعشان أطمنك مش محتاج تجيب 10 من 10 في الموضوع ده، لأنه تقيل إن أنت تجيب 10 من 10، ولكن يعني خلي من كل 10 أفعال يكون ربنا في 7 منهم، في 8. أنا معاك مهما حاولت، كل ابن آدم خطاء، بس ما تبقاش 10 أفعال ومفيش ربنا فيهم أصلا. هتروح فين من وهو معكم أينما كنتم؟ ده كل شيء مكتوب ومتسجل، كل شيء بتعمله هو اللي مكتوب ومتسجل. ربنا يحفظكم يا رب ويرزقكم الخشية والإيمان والسداد في كل حياتكم. السلام عليكم.